السعودية ضد إسبانيا. هل يكتب الأخضر فصلاً جديداً من التاريخ؟ في بعض مباريات كأس العالم، لا يكون الحديث فقط عن 3 نقاط، بل عن فرصة لصناعة لحظة لا تنسى. وهذا ما ينتظر المنتخب السعودي عندما يصطدم بمنتخب إسبانيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً الأوروغواي والرأس الأخضر. الأخضر السعودي يدخل هذه المواجهة وهو يدرك أن العالم بأسره يتذكر إنجازاته ومفاجآته في المونديال، لذلك ستكون الرغبة كبيرة في تقديم مباراة قوية أمام أحد عمالقة الكرة الأوروبية. الجماهير السعودية ستحلم بتكرار ليلة تاريخية جديدة، بينما يسعى اللاعبون لإثبات أن الطموح لا يعرف المستحيل. أما المنتخب الإسباني، فيخوض اللقاء واضعاً نصب عينيه تحقيق الفوز ومواصلة طريقه نحو الدور المقبل. فبفضل أسلوبه القائم على الاستحواذ والتمريرات السريعة، يطمح الماتادور إلى فرض شخصيته منذ الدقائق الأولى وعدم ترك أي مجال للمفاجأة. وتزداد أهمية هذه المباراة لأن نتيجتها قد تلعب دورا كبيرا في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة، خاصة مع تقارب مستوى المنتخبات ورغبة الجميع في حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي. وتقام المباراة يوم الأحد 21 من يونيو 2026، حيث تنطلق في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا، بينما تبدأ عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق. أما الجماهير العربية، فستتمكن من متابعة اللقاء عبر شبكة بي سبورت من خلال القنوات الرئيسية وقنوات الماكس، إضافة إلى خدمة بي إن كونكت، وكذلك منصة تود، وهي خدمة البث الرقمي الرسمية التابعة للشبكة. فهل ينجح المنتخب السعودي في خطف نتيجة تاريخية أمام إسبانيا؟ أم يفرض المنتخب الإسباني خبرته ويقترب خطوة جديدة من التأهل؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا متابعة المزيد من تغطيات كأس العالم 2026.